السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. ها قد عدنا من جديد في المراجعة الأولى من مراجعات شهر إبريل، الاستعداد لامتحان شهر إبريل إن شاء الله اللي هيكون 2/5 بإذن الله. النهاردة المراجعة الأولى من مراجعات شهر إبريل. في المراجعة هنا هنشرح محتوى المنهج مقرر شهر ابريل ان شاء الله، اللي هو هيكون ايه؟ اوعى تتوه، خليك معايا. هنشرح ايه بالظبط؟ هنشرح في الادب ان شاء الله الشعر الوطني وايضا فن المقال. هنشرح في البلاغه اللي هنبدا بيها ان شاء الله، هنشرح اسلوب التوكيد وانواع واضرب التوكيد. اسلوب التوكيد درس مهم جدا. اما في النحو فطبعا لا النافيه للجنس. والنهارده ما نسناش القصه، ايضا مقرر شهر ابريل من القصه ان شاء الله هنلخصه النهارده. اذا محتوى المراجعه النهارده سريعا قبل ما تتوه مني، محتوى المراجعه هيكون معانا ان شاء الله ادب، بلاغه، نحو، قصه. هنبدا هنبدا بالبلاغه ان شاء الله، ثم الادب، ثم النحو، ثم نختم بالقصه ان شاء الله. اوعى تتوه وما تروحش بعيد. وعاوز اذكرك ان ما كنتش لسه اشتركت معانا في القناه، اشترك وفعل زر الجرس عشان المراجعات القادمه ان شاء الله تكون معاك وتكون معانا مع كل جديد ان شاء الله. يلا بينا على بركه الله نبص نشوف احنا عاملين ايه معانا. الاول عندي اول حاجه طبعا هبدا بيها اللي هي البلاغه، وطالما هبدا بالبلاغه تعالوا كده ننوه لحاجه معانا عاوزين نقولها. بنقول الطالب، شوف المثال معاك، الطالب مجتهد. طب المثال الثاني الطالب إن الطالب مجتهد. تمام. طب المثال الثالث إن الطالب لمجتهد. لو بصيت على الثلاث أمثلة هتلاقي الثلاث أمثلة معناهم واحد، المعنى هنا واحد. أمال إيه الاختلاف يا أستاذ؟ الاختلاف هنا في الثلاث أمثلة هنا في حاجة. إيه هو الاختلاف هنا في الثلاث أمثلة؟ الطالب مجتهد هنا في اساليب توكيد موجوده معايا، هنا خاليه من اسلوب التوكيد. الجمله هنا خاليه معايا من اسلوب التوكيد، صح كده معايا؟ الجمله خاليه من اسلوب التوكيد معايا. طيب الدليل عندي هنا ايه؟ مفيش اسلوب توكيد. الطالب دي هتبقى مبتدا ومجتهد خبر. انت دخلتني في النحو ليه؟ احنا في البلاغه. ما انا عاوز بس اقول لك على حاجه، دي اسلوب، كلهم اسلوب خبر، الثلاثه اسلوب خبر، صح؟ بس الفرق في هنا اسلوب، في هنا اداه من ادوات التوكيد، وسيله من وسائل التوكيد، لا. يبقى الاسلوب هنا هيبقى اسمه ابتدائي. ابتدائي نوع من انواع الاسلوب الخبري، او اضرب انواع الاسلوب الخبري. ابتدائي اللي هو خالي من اساليب التوكيد. طب لو بصيت على المثال الثاني ان الطالب مجتهد، هتلاحظ هنا في وسيله من وسائل التوكيد، ان وسيله من وسائل التوكيد اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. اذا طالما في وسيله واحده يبقى اسم الاسلوب اسلوب خبري نوع طلبي. اما في المثال الثالث هتجد معايا ايه؟ ركز معايا، ان الطالب لمجتهد. كم وسيله؟ عند الوسيله الاولى ان، والوسيله الثانيه اللام، لام التوكيد اللي هي اللام المزحلقه. لام التوكيد بتكون في اول الكلام، اما اذا جاءت مع ان اي زحلقت الى خبر ان او اسم ان هنجيلها يبقى اسمها اللام المزحلقه. اذا بكم وسيل؟ 2. الجمله دي بها وسيلتين من وسائل التوكيد، ان واللام، عشان كده هسميه انكاري. الاسلوب هنا اسمه انكاري. انكاري اللي هو ما كان به اكثر من وسيله من وسائل التوكيد. يبقى اذا دولت ضروب الخبري. ضروب الخبر يعني انواع الخبر. اما ابتدائي اي خالي، طبعا ابتداء اي خالي من وسائل التوكيد، او طلبي به وسيله من وسائل التوكيد، او انكاري ان به اكثر من وسيله من وسائل التوكيد. طب بستخدم دول الطلبي الاسلوب الانكاري الابتدائي، الاسلوب الابتدائي لما بيكون الذهن خالي من اي انكار، فبدي لك معلومه فانت بتصدق هذه المعلومه. اما الطلبي اللي بيه وسيله نوع من انواع التاكيد. اما الانكاري ده اذا كان غير مشكك وغير مصدق للكلام فبستخدم طبعا اكتر من وسيله. تمام في ديت؟ تمام. نرجع لمرجعنا بقى. اذا البلاغه، انا مع البلاغه اهوت مع اسلوب التوكيد. قلنا الكلام بياتي على كم نوع؟ الكلام بياتي عندي على 3. ممكن يكون خالي من وسائل التوكيد خالص، الحق منتصر. وممكن يكون بيه وسيله من وسائل التوكيد، ان الحق منتصر. وممكن يكون بيه اكثر من وسيله، ان الحق لمنتصر، ثم مؤكد بانه والله. فطبعا الاسلوب الاول هيبقى اسمه ابتدائي اللي هو خاليا من وسائل التوكيد اذا كان السامع خالي الذهن متقبلا غير شاك في هذا الامر، فيسمى الخبر هنا ابتدائي.
متقبل الكلام. انت متقبل الكلام اللي انا بقوله لك، يبقى اذا دي هنا على طول ابتدائي بدون اي وسيله من وسائل التوكيد. اما به وسيله واحده اسمه طلبي، اللي هو اذا كان السامع، اللي هو بمؤكد واحد، اللي هو بيقول ايه؟ اذا كان السامع مال شاكا مترددا يريد ان يصل الى يقين وايه بحسن توكيد، ويسمى هذا طلبيا. اذا هنا هيبقى الاسلوب اسلوب طلبي، اسلوب ايه؟ طلبي. يبقى هنا هنأكده، أكدناه بوسيلة إيه؟ واحدة، يبقى اسمه طلب. أما الإنكاري فهو اللي بأكثر من إيه؟ من مؤكد. ليه؟ السامع منكر الكلام، مش مصدق هذا الكلام، فبأكده له بوسيلتين. تمام يا جماعة؟ يبقى إذا أهو عندنا التوضيح تاني، الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري. خلاص، الخبر الابتدائي هو الخبر الخالي من وسائل التوكيد، مثل قولنا الفقر سبب من أسباب الشقاء، فمن لم يجد ما يعوله ويعول اولاده فهو في شقاء. في هنا وسيله من وسائل التوكيد؟ لا، يبقى اذا الخبر هنا ابتدائي. اما الخبر الطلب وهو المؤكد بمؤكد واحد، قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تجري على اليابس. إذا هنا مؤكد بوسيلة واحدة. أما الإنكاري فهو المؤكد بأكثر من مؤكد، وهو ما يخاطب به المنكر للحكم، كما في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اسلوب مؤكد بإن هوت والله، وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اسلوب مؤكد بإن والله. قال إني لا يحزنني، أيضا اسلوب مؤكد بإن والله. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هيبقى اسلوب مؤكد بإن واللام أيضا. يبقى هنا ده اسمه اسلوب انكاري، نوع من انواع الخبر اسمه اسلوب انكاري. يبقى عندي انواع الاسلوب يا اما هتكون يا ابتدائي يا طلبي يا انكاري. وعرفنا باختصار الابتدائي اللي هو ايه؟ ما فيش فيه وسيله، هيبقى اسلوب خبري خالي من التوكيد. طب الطلبي دي وسيله واحده من وسائل التوكيد اللي احنا هنتكلم عليها. طيب النوع الثالث عندنا الانكاري اللي بيه اكتر من وسيلتين فاكثر. طيب عندي اسلوب التوكيد، انا باكد الكلام، هاكد الكلام بوسيله من وسائل التوكيد. وسائل التوكيد كثير، عدنا لك منهم عده وسائل. تعال نشوف وسائل التوكيد اللي معانا كده. للتوكيد وسائل وطرق متعدده. واحد، اولها كلمات التوكيد المعنوي، اللي هي نفس وعين وكلا وكلتا وكل جميع زائد ضمير، زائد ضمير وزائده في الكلام، ولا بد ان تكون زائده في الكلام. اهو هجم الجيش، كله دي توكيد. يبقى هنا اسلوب خبري مؤكد بايه؟ بوسيله اللي هي وسيله ايه؟ التوكيد المعنوي، كلمات التوكيد المعنوي. حضر الطالبان كلاهما، وهتلاحظ اهو انها من الكلمات السته بالاضافه فيها ضمير وزياده في الكلام. تمام يا شباب، عشان نكون بس عارفين ومجهزين نفسنا. يبقى التوكيد المعنوي من ضمن اساليب التوكيد. في عندي التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي اللي هو تكرار اللفظ، تكرار الكلمه او تكرار الجمله، اسمه توكيد لفظ، اسمه توكيد لفظ. اللي هو ايه؟ الصدق فالصدق الثانيه، الصدق بين الصدق فالصدق الثانيه، العلم العلم ايها الطالب فالعلم الثاني. تكرار، اول ما بتلاقي الكلمه التكرار، حتى بقول لك التكرار يعلم الشطار، فالتكرار توكيد. طب وسيلته توكيد لفظ. يبقى التوكيد سواء التوكيد المعنوي او التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي قلنا بست كلمات دقايق بس، باضافه زائد ضمير يتصل بها وبتكون زياده في الكلام. في عندي من انواع التوكيد ايضا المفعول المطلق، بس المؤكد للفعل. خلي بالك انت عندك المفعول المطلق ليه اكتر من شكل يا شباب. يعني لما اقول انتصر الجيش انتصارا، انتصارا انا عارف انت حافظ المفعول مطلق. طيب انتصر نفس الحكايه، الجيش انتصارا، خليك بالك معايا، كبيرا. مين اللي هنا توكيد في دولت؟ في الاثنين دولت التوكيد هنا هيكون عندي كلمه التوكيد يا شباب، هيكون عندي كلمه انتصارا، دي اسلوب توكيد. طب وسيلته ايه؟ المفعول المطلق المؤكد للفعل. يعني مفعول مطلق بس بدون اي حاجه بعد، بدون نعت ولا مضاف اليه. اما هنا انتصر الجيش انتصارا كبيرا، كبيرا دي نعت. اذا انتصارا مفعول مطلق فعل، بس هنا هيبقى مبين للنوع.
انما احنا عاوزينه مؤكد للفعل. يبقى مين لتوكيد؟ المثال الاول. طب المثال دي مش توكيد، المثال الاول هو اللي توكيد. تمام في ديت، عشان يبقى احنا عارفين يعني ايه الجزئيه اللي احنا شغالين عليه، اللي هو المفعول المطلق المؤكد للفعل. لذلك مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اهو تكليم مفعول مطلق ومؤكد للفعل. ورتل القرآن ترتيلا، مفعول مطلق مؤكد للفعل. يبقى إذن من وسائل التوكيد المفعول المطلق المؤكد للفعل. أيضا من وسائل التوكيد القسم بكل أنواعه. والله القسم، أنواع القسم، والله وبالله وتالله لعمرك، أي نوع من أنواع القسم أسلوب من أساليب التوكيد. القسم، والله لا يفوزن المجد. إذا هنا مش دي قسم، يبقى أسلوب من أساليب التوكيد وسيلته القسم، الوسيلة هنا هتبقى القسم. أيضا عندي في حروف جر زائدة. في اللغة عندي حروف الجر بتنقسم لثلاث أنواع: حروف جر أصلية وزائدة وشبيهة بالزائدة، ودي بيتم دراستها في سنة ثالثة بالتفصيل. لكن المقرر عليك واللي يهمني واللي أنت لابد إنك تكون واعي فيه، إن عندي في 3 حروف جر زائدة: الباء والكاف ومن. طيب بس مش مع اي حاجه. بص اقول لك على حاجه انك تشيلها من الكلام، لان مش اي حرف جر، مش اول ما تشوف الباء او الكاف او مين تقوم قايل على طول حرف جر زائد. هي لها شروط ومش هدخلك فيها، احنا بالاختصار دلوقتي اختصار المنهج وتبع النحو. لكن انا هقول لك على تشيلها من الكلام، المعنى مستقيم، اذا هي حرف جر زائد. وبتيجي طب حرف الجر الزائد ده اهميته ايه؟ التوكيد. حروف الجر، حرف الجر الزائد بياتي للتوكيد عموما في الغالب، عشان في حروف جر، عشان في حروف زائده ثانيه مش حروف جر تاتي للتوكيد. طيب اهو الباء، لو الباء ده هي حرف جر زائد. قل كفى بالله شهيدا، اول ما تلاقي كفى الباء اللي بعدها حرف جر زائد، الباء اللي بعدها حرف جر زائد. ليس كمثله، اول ما تلاقي مثل وقبلها الكاف، الكاف ده حرف جر زائد، يبقى الكاف دي زائده مع مين؟ مع كلمه مثل بس، يبقى هنا حرف جر زائد. طيب من اقول لك على حاجه، من هتعملها ازاي اختصارا للكلام في من؟ مع من اهي، من هتبص في الكلام كده اهو، انا هعملها من كل العمليه اللي انت هتعمل ايه مع من؟ هيكون قبلها نفي، تمام، نفي او استفهام، قبلها نفي او استفهام، مسبوقه بنفي او استفهام، واللي بعدها نكره. يبقى على طول في الحاله ديت هتكون زائد. باختصار عشان ايه؟ ما توهكش. امتى من تكون حرف جر زائد؟ من حرف جر زائد. امتى من حرف جر زائد؟ قلنا امتى؟ قلنا خلاص لما هتسبق بنفي او استفهام وما بعدها نكره. طيب زي مثل قوله تعالى، قال تعالى هل من إله غير الله. هل من إله غير الله؟ من هنا حرف جر زائد. طب الدليل قبلها استفهام اهو وبعدها إله نكره اهو، يبقى حرف جر ايه؟ زائد. إذا هنا أسلوب توكيد مؤكد بايه؟ بمن. تمام يا شباب؟ يبقى نرجع لمرجوعنا تاني. قلنا حروف الجر دلوقتي عشان حروف الجر الزائد الباء والكاف ومن. حرف الجر الباء ليه مواضع كثيره، المهم زي خبر، انت خدت في اسلوب التعجب، ما انت خدت افعل به، الباء هنا حرف جر زائد صح؟ يبقى دي اسلوب توكيد. خدت في سنه اولى خبر ليس الطالب بمهمل، انا ممكن اشيل الباء يبقى حرف جر زائد. ايضا من ضمن المواقع مع كفى. طيب اما الكاف دي حرف جر زائد امتى؟ مع مثل بس، الكاف هتكون حرف جر زائد مع مثل. طيب بالاضافه من عرفنا هتكون حرف جر زائد امتى، يبقى حروف الجر الزائده ايضا من ضمن التوكيد. ايضا على راس وسائل التوكيد ان وان، طبعا لا تخلو منها الكلام. ان وان اول ما تلاقي ان او ان اسلوب من اساليب التوكيد. قال تعالى ان قرآن الفجر كان مشهودا، اسلوب مؤكد بان. ايضا من ضمن اساليب التوكيد نون التوكيد، سواء الخفيفه او نون التوكيد اللي خدناها في سنه ثانيه في الترم الاول. نون التوكيد سواء كانت جائزه، المهم ان الفعل يكون فيه نون التوكيد، سواء كانت بقى نون التوكيد وجوبا او جوازا. نون التوكيد مثل قوله تعالى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تحسبن، ادي نون التوكيد اهي. نون التوكيد هتبقى معانا اهي في تحسبن، استخدام نون التوكيد
في تحسبن، عشان يبقى احنا عارفين نون التوكيد بنستخدمها فين. يبقى استخدام نون الايه التوكيد معانا هنا اهي، ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا. يبقى هنا نون التوكيد اهي. لا احفظن وطني دائما، لا احفظن ادي نون التوكيد. تمام يا جماعه. ايضا من ضمن اساليب التوكيد الترادف. الترادف يعني الكلمتين بنفس المعنى، كلمتين بنفس المعنى، توكيد بالترادف. زي سعدنا وفرحنا، ما هي السعاده هي الفرح، فسعدنا وفرحنا هتبقى اسلوب توكيد وسيلته الترادف. قال الشاعر مثل قول الشاعر: عهد الطفولة لا يبارح بالي، بل لا يغادر خاطري وخيالي. هتجد لا يبارح ولا يغادر نفس المعنى، يبقى ترادف. نفس المعنى يبقى ترادف. قد يكون اسلوب التوكيد وسيلته قد ولقد، بس قد او لقد زائد الماضي، عشان لو قد سبقت المضارعة تفيد الشك، خلي بالك من دي. قد او لقد زائد الماضي، قد ولقد زائد الماضي اهو. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. اسلوب مؤكد بقد. أكد الله سبحانه وتعالى أن المؤمنون هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون. أيضا مثل قول القائل: لقد تأكد خبر النتيجة اليوم. يبقى قد ولقد. اول ما تلاقي ده الفكره بسيطه، اسلوب وسائل التوكيد بسيطه، عشان كده حبيت ان ابدا بيه، ما رضيتش ان ابدا بالنحو، حبيت ان ابدا بيه عشان قلت نمشي بتسلسل. بس وقته مني وما تروحش بعيد، وخليك مركز معايا واسمع الحصه لاخرها، اسمع المراجعه دي لاخرها، عشان المراجعه الثانيه ان شاء الله هتكون عباره عن اسئله عن محتوى المنهج ايضا، عشان نكون جاهزين لها. اما المراجعه الثالثه ان شاء الله فهتكون تقييمات الشهر ان شاء الله. طيب يلا، لام الابتداء. متى تكون لام الابتداء من اساليب التوكيد؟ اولا لام الابتداء اساسا من اسمها لام الابتداء او لام التوكيد او اللام المزحلقه. طيب قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لأمة، اللام هنا اهي، اللام ده اهي لام التوكيد، لام التوكيد الابتدائي اللي بدأت بها الكلام. طبعا لو حطيت إن، اللام دي بتتأخر، مثل القول: إن في السماء لعبرا. طبعا هنا اسلوب مؤكد بإن واللام اللي هي لام التوكيد هنا، بس هتبقى اللام المزحلقه لانها كانت المفروض في اول الكلام واخرت زحلق، عشان كده سميناها اللام المزحلقه اللي هي ان والايه واللام، من ضمن اساليب التوكيد. ايضا يبقى اسلوب مؤكد هنا بوسيلتين، بإن واللام ايضا معانا. طيب عندي في بعض الالفاظ التي تستخدم مع التوكيد، في الفاظ دائما تستخدم للتوكيد. ايه هي الالفاظ ديت بقى؟ لا ريب، حقا، صدقا، يقينا، لا شك، لا جدال، لا بد، لا مراء، لا ضير. ديت كلمات دائما مع التوكيد. وعلى فكره احنا درسنا او من المحتوى بتاعنا النهارده ان شاء الله في المراجعه لان فيها الجنس، الكلمات دي كلها لان فيها الجنس. لا ريب ولا جدال ولا شك ولا بد ولا مراء ولا ضير، لان فيها الجنس وخبرها محذوف، في ذلك تقدير في ذلك. طيب يبقى دي اذا الفاظ، مثل قول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ادي لا ريب اي لا شك ولا جدال ولا مراء. ايضا في عندي اول ما تلاقي لفظه خاصه وكافه، خاصه وكافه من الفاظ التوكيد، مثل قوله تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. فكافه اسلوب من اساليب التوكيد، ايضا من اساليب التوكيد. من اساليب التوكيد اسلوب القصر. اسلوب القصر بس اسلوب القصر له انواع، طرق القصر بقى. يبقى اذا من اساليب التوكيد انواع كثير، من ضمنهم اسلوب القصر. طب اسلوب القصر كم نوع؟ بصوا بقى، اول حاجه انما. اول ما تلاقي انما اللي هي مكونه من ان زائد ما الكافه على طول، دي اسلوب توكيد اللي هو وسيله اسلوب قصر، وسيله من وسائل التوكيد، يعني قصر بانما، انما المؤمنون اخوه بانما. وفي ايضا النفي والاستثناء اللي هو اسلوب الاستثناء اللي خدناه في سنه اولى. النفي والاستثناء، النفي باي اداه من ادوات النفي بقى، بلم، بلا، بما، تمام، اي ادوات النفي، بليس. النفي والاستثناء، الاستثناء بالا او غير او سوى او عندي عدا، عندي حاشا، عندي خلا.
يبقى انواع الاستثناء النفي والاستثناء. النفي والاستثناء من اساليب القصر. لا اله الا الله اسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. لا اله الا الله. وايضا في عندي نوع من انواع اسلوب القصر هو غير منتشر كثيرا، اللي هو ضمير الفصل، مثل قوله تعالى قل ان هدى الله هو الهدى. هو الهدى. فهو هنا الضمير ده اسمه ضمير فصل. فصل ما بين مين؟ ما بين المبتدا والخبر. لذلك ان محمد هو المجتهد، انا ممكن اقول لك ايه؟ محمد هو المجتهد. الضمير ده فصل ما بين مين ومين؟ ما بين المبتدا والخبر، ما بين المبتدا والخبر. تمام. فالضمير ده اسمه ضمير الايه؟ الفصل. ايضا من اساليب القصر. يبقى من اساليب القصر لحد دلوقتي او من طرق القصر. انما النفي والاستثناء ضمير الفصل. لا تنسى تقديم ما حقه التاخير. يعني ايه تقديم ما حقه التاخير؟ انا عارف ان الترتيب الطبيعي في الجمله العربيه اذا كانت جمله اسميه المبتدا اولا ثم الخبر. وعارف ايضا في الجمله الفعليه ان الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. طيب اذا وجدت اي خلل اي اختلاف في الترتيب فدي اسلوب قصر. يعني ايه؟ يعني اذا وجدت الخبر مقدم على المبتدا اسلوب قصر. اذا وجدت المفعول به مقدم على الفاعل او على الفعل اسلوب قصر. تمام يا جماعه؟ في ديت اهي تقديم ما حقه تاخير. اياك نعبد. اياك دي ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. الله، مفعول به لمين؟ مفعول به مقدم للفعل. نعم. يبقى اذا هنا اسلوب قصر ولا لا؟ اسلوب قصر وتقديم المفعول به على الفعل والفاعل. طب لله الحمد. الحمد دي مبتدا مؤخر، ولله خبر شبه جمله. خبر شبه جمله مقدم. اذا في تقديم وتاخير ولا لا؟ طالما اختلف الترتيب اسلوب قصر. اسلوب قصر تقديم ما حقه الايه؟ التاخير. تقديم ما حقه التاخير. او العطف. في عندي من حروف العطف بل ولكن ولا. عارف ان انت حافظ حروف العطف الواو ثم او والفاء. في عندي حروف بقى عطف 3 حروف عطف. 3 دول لهم خصوصيه. من اللي هم بيعملوا ايه؟ يا اللي قبلهم يا بيثبت اللي قبلهم وينفي اللي بعدهم يا العكس. المهم ان ال3 حروف دولت بيعملوا ايه؟ من اساليب القصر. الحروف ديت من اساليب القصر اللي هي ايه بقى؟ اما اقول مثلا ينجح المجتهد لا المهمل. ينجح المجتهد لا المهمل. او مثال تاني على بل لا تصاحب المهمل. لا تصاحب المهمل. بل المجتهد. لا تصاحب المهمل بل المجتهد. تمام. المثال الثاني نفس الجملة. لا تصاحب المهمل لكن ساكنة النون لكن المجتهد. طيب لو لاحظت حاجة هتلاحظ معايا ان ادي لا ادي بل ادي لكن بتعمل ايه؟ بصوا على لا سريعا، انا مش هدخلك في النحو بس عشان اعرفك بس الفكره. ينجح المجتهد لا المهمل. ايه اللي حصل؟ مين اللي بينجح؟ المجتهد. مين اللي ما بينجحش؟ المهمل. يبقى لا هنا عملت ايه؟ اثبتت الحكم للاول ونفته عن الثاني. يبقى اسلوب قصر وسيلته العطف بلا. لا تصاحب المهمل بل المجتهد. يبقى اذا هنا بتقوم بل هنا بتقوم تأمرني بما قبلها وتنفي الامر عما بعدها. تثبت ما قبل تنفي ما قبلها وتثبت الامر اللي ما بعدها. تمام. لا تصاحب المهمل يعني ما صاحبش المهمل، انما صاحب مين؟ المجتهد. شفتوا؟ عكس لك عكس بل. لا بل عكس لا. بل عكس لا اهي. بل عكس لا. طب المثال الثاني لا تصاحب المهمل لكن المجتهد. عملت زي بل بالظبط. نفت الاول واثبتت الثاني. المهم ان هنا دي اسلوب توكيد. دي اسلوب توكيد وسيلته القصر. وسيلته القصر بلا او بل او لكن اللي هو العطف. تمام يا شباب؟ في الجزئيه ديت ماشي. نرجع بقى المرجان. يبقى اذا العطف بلا او بل او لكن زي شوقي شاعر لا كاتب. اذا انا اثبتت الحكم لشاعريه شوقي ونفيت ان هو كاتب. وايضا على قائمه اسلوب القصر او طرق القصر تعريف طرفي الجمله الاسميه. انا عارف ان المبتدا في الغالب بيكون معرفه والخبر في غالب الاوقات بيكون نكره. لكن اذا وجدت المبتدا معرفه والخبر معرفه الاثنين معرفه يبقى دي اسلوب قصر. اسلوب قصر وسيلته تعريف طرفي الجمله الاسميه. الدين المعامله. البلاغه ممكن اقول لك البلاغه الايجاز. يبقى الدين المعامله
هتبقى ايه؟ الدين مبتدا والنصيحه خبر. البلاغه الايجاز، البلاغه مبتدا والايجاز خبر. هتلاحظ حاجه ان المبتدا معرفه والخبر ايه؟ معرفه. يبقى بكده ده اسمه اسلوب القصر. يبقى طرق القصر عندي 6 اللي هي انما، النفي والاستثناء، ضمير الفصل، تقديم ما حقه التاخير، العطف بلا وبل ولكن، وتعريف طرفي الجمله الاسميه اللي هو المبتدا والخبر. وهنا بنكون انتهينا من اسلوب التوكيد. انتظر معانا عشان هننتقل الى فرع اخر الا وهو فرع يلا معايا فرع الادب. عشان عندي فرع الادب المكرر والمحتوى اللي معايا قبل ما تتوه تبقى انت عارف عندي هيبقى درسين: الشعر الوطني وفن المقال. يلا نروح للشعر الوطني. ايه هو الشعر الوطني؟ هو الذي يدور حول الوطن وقضايا الوطن وكل ما يخص الوطن، سواء من نضال وجهاد ومكافحة المستعمر، أو قد يكون دعوة للجد والعمل والحث من أجل تقدم الوطن، السعي من أجل تقدم الوطن. يعني موضوعات كل ما يخص الوطن يسمى شعر وطني. اي ابيات من الشعر امامك لها علاقه متعلقه بالوطن فهو شعر وطني. زي ايه؟ زي مثلا الشاعر هنا يدعو الى التحرر الى مقاومه المستعمر، شعر وطني. يدعو الى الجد والعمل والاجتهاد من اجل تقدم الوطن، شعر وطني. يفضح جرائم المستعمر، شعر وطني. معايا في ديت؟ يبين مثلا اهميه العمل والجد من اجل تقدم الوطن، شعر وطني. دعوه لحب الوطن والعوده الى الوطن، شعر وطني. تمام يا جماعه في ديت؟ لذلك اهو الشعر الوطني سريعا خفيف لذيذ كده. طبعا كل النهارده ما عندناش اسئله، انما المراجعه الثانيه هتبقى اسئله، عشان يبقى انا عاوزك تسمع دي الاول وافهمها، بعدين الثانيه هتكون ان شاء الله بعدها بمده قليله جدا هتفهم ديت عشان هننزل الثانيه على طول. دور الشعر الوطني والشاعر في حياه الشعوب. دور الشعر والشاعر، اولا قال لك يلعب الشعر دورا حيواني في تشكيل وجدان الشعوب. فعلا ما الذي يشكل وجدان الشعوب ويجعلها اكثر اهتماما بوطنها وحبا واشتعالا للوطن؟ اللي هو الشعر. طبعا الشعر، لان الشعر يلعب دور حيواني. اذا ما هو دور الشعر؟ الشعر يلعب دورا حيواني في تشكيل وجدان وعاطفه الشعوب. بينما الشاعر طبعا يحث، هو الاكثر احساسا بآلام الامه وعذاباتها، الاقدر والاكثر احساسا بآلام الامه وعذاباتها ومشاكلها هو الشاعر. بسبب ايه؟ انه مرهف الحسي، ببصيرته يستبق الامور الجسام. لذلك قال لك يحس الشاعر بآلام الامه وعذاباتها، لذلك يسبق الاحداث الجسام بحسه وبصيرته. الاحداث الجسام اللي هي الايه؟ المواقف الصعبه، المواقف التي تحدث في المصاب. فلما تلاقيه بيدعوك للجد والعمل والاجتهاد ومناضله المستعمر، يبقى هنا دي الشاعر يشعر بآلام الامه وعذاباتها. الشاعر هو الذي يستطيع ان يشكل الموقف الشعوري تجاه الاحداث التي تشهدها الوطن. الشاعر هو اللي بيخليك تندفع للدفاع عن الوطن والعمل والجد والاجتهاد، بيشكل موقف شعوري. الشعر هو تهذيب للوجدان والنفوس وإشعال لحماسة الجماهير وإشعال الحماسة والمطالبة بالحقوق. دي الشعر بيعمل الكلام ده. طيب والشاعر هو بيسبق الأحداث الجسام بحسه وبصيرته، يشكل الموقف الشعوري تجاه الأحداث التي تشهدها الأوطان. بالإضافة أن الشعر المصري له دور كبير في العصر الحديث. فما هو دور الشعر المصري؟ أولا إذكاء الثورات. إذكاء يعني إشعال الثورات. فلما بيدعو للجد ولما بيدعو للثورة على الظلم والاستبداد، يبقى إشعال الثورات، إذكاء الثورات، إلهاب حماس الجماهير، المطالبة بالحرية والحياة الكريمة للأوطان. إذن هل للشعر الوطني دور؟ نعم، للشعر المصري دور في إلهاب إذكاء الثورات في العصر الحديث، إلهاب حماس الجماهير. طيب هل هناك قضايا للشعر الوطني؟ طبعا في قضايا للشعر الوطني، القضايا التي عني بها الشعر الوطني. الشعر الوطني اهتم بايه وعني بايه؟ واحد، دعوة الشعب إلى التحرر من الاستعمار. في استعمار، في احتلال للوطن، الشعر هيكون دوره ايه؟ هيقعد يتكلم الشاعر عن محبوبته وآلامه نتيجة فراق محبوبته، ولا فيها دعوة للجد والاجتهاد ومقاتلة المستعمر والتحرر ويدعوهم الى التحرر من الاستعمار؟ طبعا يدعوهم الى التحرر من الاستعمار، يشعل حماس الجماهير، يبقى دعوه الشعب الى التحرر من الاستعمار. اثنين، الدفاع عن الوطن وبذل النفس من اجله. اشعار كده تلهب الحماسه، في اشعار كده وطنيه كده تخليك ترمي نفسك في النار، صح؟ اشعار وطنيه تلهب حماسه الجماهير اللي هي الدفاع عن الوطن وبذل النفس من اجله. ثلاثه، فتح جرائم المستعمر وتهديده. يعني افضح جرائم المستعمر، ابين ايه هي جرائم المستعمر، فتح جرائم المستعمر وتهديده. مثال لذلك قول ابي الشاعر ابو القاسم الشابي يقول:
ألا أيها الظالم المستبد حبيب الفناء عدو الحياة، سخرت بيانات شعب ضعيف وكفك مخطوبة من دماء. طبعا فتح جرائم الايه المستعمر. بالاضافه عني ايضا الشعر الوطني بتمجيد البطولات، تمجيد البطولات واعلاء قيم الحريه والعدل والمساواه والعمل والبناء، البناء والعمل والبناء من اجل الايه الوطن، والعمل والبناء من اجل الوطن. اذا دي القضايا التي عني بها الشعر الوطني، عشان لما يجي يقول لك الابيات السابقه تبين قضيه عني بها الشعر الوطني. فشوف بيدعو للتحرر من الاستعمار، يبقى دعوه الشعب الى التحرر من الاستعمار. بيدعوك الى الدفاع عن الوطن بكل ما تملك، يبقى الدفاع عن الوطن وبذل النفس من اجله. بيذكر جرائم المستعمر وماذا يفعل المستعمر، يبقى فتح جرائم المستعمر. ايضا بيذكر ابطالنا الذين حققوا البطولات والانجازات، يبقى تمجيد البطولات واعلاء قيمه الحريه. وفي عند العدل دعوه للعدل والمساواه والعمل. بيدعوك للبناء والجد والاجتهاد، يبقى البناء والعمل، البناء من اجل الوطن. طبعا في جزئيه هي للمعرفه للاطلاع عندك سريعا، بس كان لابد ان احنا نذكرها، اللي هي ابرز رواد الشعر الوطني في العصر الحديث والمعاصر. ففي العصر الحديث طبعا محمود سامي البارودي غني عن التعريف، احمد شوقي، حافظ ابراهيم، محمد عبد اللطيف، وابو القاسم الشابي، دولت غنيين عن التعريف. طيب عندي في العصر من المعاصرين فاروق شوشه، ايضا صلاح عبد الصبور، ناذج الملائكه، محمد ابراهيم ابو مسنه، بدر شكري السياب، فاروق جويده، امل دنقل، محمود درويش، محمود درويش مكرر مرتين معلش، محمود درويش. اذا دول الشعراء الذين تحدثوا عن الشعر الوطني. انت مطالب منك بس انك تكون عارف فيهم. اما يجي يقول الشاعر كذا عن الشعر الوطني، خلاص انت عرفتها. طيب دي كان الشعر الوطني ببساطه، وان شاء الله عاملين لكم اسئله عليها بحيث نجيب كل جزئيه فيها. هنروح للنوع الثاني او الدرس الثاني سريعا حتى لا تمل، اللي هو فن المقال. المقال اللي هو موجود عندنا سواء في الصحف والمجلات، سواء ايضا الصحف سواء عن الورقيه او الصحف الالكترونيه. طب وفن المقال عاوزين نعرف ايه هو تعريف فن المقال، انواع المقالات من حيث الموضوعات، من حيث الاسلوب، كتاب المقال، تمام، من حيث الحجم، نوع المقال معانا، عاوزين نعرف كل الحاجات ديت. والمقال متى نشأ المقال، دي كلها عاوزين سريعا نعرفها. فاول حاجه نبدا بفن المقال. تعريف المقال هو قالب نثري. قالب نثري يعني اذا المقال شعر ولا نثر؟ كتب المقال شعرا ولا نثرا؟ نثرا. المقال قالب نثري، تمام. يبقى اذا هو قالب نثري يعني مكتوب بطريقه نثريه، يعرض فيه موضوع ما عرضا منطقيا مترابطا يوضح فكره الكاتب، ثم ينقلها الى القارئ بصوره مؤثره. بيوضح فكره الكاتب، لان خلي بالك المقال من خصائص المقال انه بيعتمد على الذاتيه، الفكره والقناعه اللي عند الكاتب. الكاتب بيقنعك بحاجه هو مقتنع بيها. طيب مراحل تطور فن المقال واثر الصحافه عليه. طبعا المقال عرف قبل اختراع الطباعه بقرون. قبل اختراع الطباعه بقرون، تمام. يعني مش عرف مع الطباعه، لا قبل الطباعه. بس كان المقال عند بعض الادباء قالبا فنيا منذ عصر اليونان. يعني المقال من عصر اليونان موجود وكان قالب فني معروف. ارتبطت نشأته في العصر الحديث بالصحافه. فعلا ارتبطت نشأة المقال في العصر الحديث بالصحافة. ازدهر مع يعني الصحافة أثرت عليه إن جعلته يزدهر. أثرت الصحافة في تطوره لا في نشأته، والوصول إلى درجة الدقة والتركيز وحسن العرض مع سلامة اللغة وسلاسة السياق. يبقى أثرت الصحافة. لذلك الصحافة أثرت بدور كبير على المقال. طبعا وصلته لدرجة الدقة والتركيز وحسن العرض مع سلامة اللغة وسلاسة السياق. أثرت الصحافة عن طريق المقال في اللغة العربية، حيث دفعت بها إلى الوضوح والتركيز. المقال أصبح واضح ومركز، تمام. طيب هل هناك مجالات للمقال؟ طبعا مجالات المقال متعددة. كل مجالات الحياة موضوعات للمقال. تعددت مجالات المقال بين دينية واجتماعية ثقافية سياسية اقتصادية. كل مجالات الحياة من الأمور الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية والرياضية، كل الأمور اللي معانا. طيب كما تعددت وسائل نشره في المجلات والصحف. والصحف يعني 12 وسائل نشره في المجلات والصحف، سواء الصحف الورقية أو الإلكترونية. دلوقتي أصبحت الإلكترونية، أنتوا عارفين الصحافة بقت كلها معظمها إلكتروني دلوقتي. وتنوع اسلوب من حيث الاسلوب العلمي او العلم المتأدب او الادبي، من حيث الاسلوب العلمي والادبي والعلم المتأدب. طيب تأثر المقال بظروف العصر السائدة.
تأثر المقال هو ان المقال بيتأثر بظروف العصر. طبعا المقال بينتشر اذا كان في العصر اللي احنا فيه في مشكله سياسيه، في ثوره، في المقال بيكون معظم المقالات بتنطلق الى هذا. اذا كان في قضيه رياضيه او اهتمام بالرياضه، المقالات معظمها بتبقى في الرياضه. في قضيه اجتماعيه وانشغال بقضيه مجتمعيه في المجتمع، يبقى المقالات معظمها هتبقى مجتمعيه، مقالات اجتماعيه. يعني اذا تاثر المقال لظروف العصر، المقال بيتاثر لظروف العصر. قال لك ايه؟ استجاب المقال لظروف العصر فكثرت المقالات السياسيه مع الصراع السياسي، وتكثر المقالات الاجتماعيه مع المشكلات الاجتماعيه، وتكثر المقالات الرياضيه مع الاحداث الرياضيه المشهوره في المجتمع. فهمت كده؟ المقال يواكب، لذلك وكثرت المقالات الاجتماعيه مع الحاجه الى الاصلاح الاجتماعي، فلا تخلو الصحف من مقالات تعرض لمشكلات المجتمع، وتقدم علاجا لها وتعبر عن آمال المجتمع وآلامه. تمام يا شباب؟ في ديت كتاب، أشهر كتاب المقال وصناعة المقال الذين برعوا اللي هو العقاد طبعا، وكان ليه كتاب في المقالات، كتابه في المقال اللي هو الفصول. المزني وكان من كتابه في حصاد الهشيم. مصطفى صادق رافعي وكتابه في وحي القلم. طه حسين كتابه حديث الأربعاء. أحمد أمين فيض الخاطر. محمد مندور نماذج بشرية. يعني إذا دولت برعوا في صناعة المقال، سواء العقادي أو المزني أو مصطفى صادق الرافعي أو طه حسين أو أحمد أمين أو محمد مندور، ولهم طبعا مقالات معروفة باسمهم، فصول، حصاد الهشيم، وحي القلم، حديث الأربعاء، فيض الخاطر، نماذج بشرية. طيب كتاب المقال قال لك حاجة: ظهر جيل من رجال الأدب والفكر جمع بين الثقافتين العربية الأصلية والثقافة الأجنبية، تأثر بالثقافة الأجنبية مع حفاظهم على ثقافتهم العربية الأصلية عندهم. من الكتاب دولت: أحمد لطفي السيد طبعا، طه حسين، محمد حسين هيكل، العقاد، المزني، مصطفى صادق الرافعي. دولت عملوا ايه؟ جمعوا ما بين الثقافتين، الثقافة العربية الأصلية الأصيلة والأصلية والثقافة الأجنبية. طيب ماذا فعلوا؟ قال لك: ارتقوا بالمقال وقصدوا بذلك. يبقى ما الذي فعلوه؟ ارتقوا بالمقال. طب وما هي أهدافهم؟ ما هي غايتهم؟ التحليل. أهدافهم قصدوا بذلك التحليل، دقة التعبير في عبارة سليمة، وضوح الفكرة. يبقى قصدوا إلى التحليل، دقة التعبير، يعني كانوا دقيقين جدا، مش هيقعد يلف ويدور حول الموضوع، هو دقيق في الموضوع، بالإضافة وضوح الفكرة. إذا العناصر، في عناصر المقال بيختلف طبعا لعدة عناصر، يعني من كاتب لكاتب بيختلف المقال، لأن المقال من خصائصه الذاتية بيعبر عن ذات الكاتب وقناعته واسلوب. لذلك قال لك العناصر التي تفاوت فيها كتاب المقال. قال لك ممكن العمق والسطحيه، في كاتب بيتسم بعمق الفكر ولديه فكر عميق، وانا بقرا له عارف ان افكاره كلها عميقه. وفي كاتب تاني سطحي بينظر الامور من قشورها واشياء سطحيه فقط، حتى تقول فلان دي عميق الفكر والاخر سطحي الفكر. العمق والسطحيه، الفكر الخصب او الافق الضيق. في واحد عنده فكر وفكر خصب وعنده دلائل وحجج، والاخر هو يطلق شعارات وخلاص. يبقى الفكر الخصب او الافق الضيق. الميل الى الايجاز او الاطناب، في بعض الكتاب، كثير من الكتاب بيميلوا الى الايجاز والاختصار، وهناك من الكتاب من يميل الى الاطناب، الايجاز عكسه الاطناب. امتلاك المقدره اللغويه، في من لديه المقدره اللغويه وفي المقدره اللغويه لديه ضعيفه. يبقى اذا المقال، عناصر المقال بتتفاوت تبعا لايه؟ لتفاوت الكتاب من حيث العمق والسطحيه، الفكر والخصب، الميل الى الايجاز او الاطناب، امتلاك المقدره اللغويه. انواع المقال بقى من حيث الحجم، انواع المقال من حيث الحجم بتنقسم مقال قصير، وطبعا هيبقى عندي مقال طويل. طب المقال القصير اللي هو بيسمى يتناول فكره واحده، تعرض بطريقه مكرره، تعرض بطريقه مركزه وشائقه، تعرض بطريقه مركزه وشائقه، اسلوبه واضح وعباراته سهله. يعني المقال ده، المقال القصير بيبقى ايه؟ فكره، عباره عن فكره في صفحه او اقل من صفحه، فكره انت بتعرض فكره معينه وبتتكلم عنها. طيب يوضع له عنوان، زي فكره لمصطفى امين وبتعرض اسبوعيا، بيبقى لها عمود اللي بنسميها العمود الصحفي، بيبقى مخصص للكاتب، لهذا الكاتب عمود صحفي تحت عنوان، في عنوان بقى كل اسبوع بيتكلم في مقال، بهذا المقال في حاجه. فكره لمصطفى امين، صندوق الدنيا لاحمد بهجه، مواقف لانيس منصور، مجرد راي لصلاح منتصر، هوامش حره لفاروق جويده. اذا ديت المقال القصير. طب بيعرض ايه؟ يعرض لجوانب اجتماعيه وسياسيه ودينيه، اللي هي موضوعاته بقى، موضوعاته ايه؟ اجتماعيه، دينيه، سياسيه، رياضيه، ثقافيه، الموضوعات كلها. ايضا له مسمى العمود الصحفي او الخاطره. يبقى المقال القصير او العمود الصحفي او الخاطره
وبيكون له عنوان، بيضع له عنوان. تمام. بالاضافه بيكتب باسلوب واضح وعبارات سلسه سهله واضحه وبتناول فكره واحده وبتكون مركزه. اما المقال الطويل فبيكون معانا ايه؟ المقال الطويل يا جماعه، المقال الطويل بيتراوح من صفحتين ل10 صفحات، يعني ما بيقلش عن صفحتين وما بيزيدش عن 10 صفحات. اذا المقال القصير من اقل من صفحه لصفحتين. طيب من صفحتين لحد 10 هيبقى مقال طويل، او يتراوح بين صفحتين و10 صفحات. يعرض موضوعا عرضا شائقا بلغه سهله وواضح زي التاني. يعتمد على الاقناع والامتاع، عشان كده بيبقى فيه تفصيل الى حد ما، بيعتمد على الاقناع والامتاع. كتابه طبعا طه حسين، المزني، احمد امين. كتابه هيبقى طه حسين والمزني واحمد امين. اما تدين المقال من حيث الحجم، مقال من حيث الحجم قصير وطويل. القصير اسمه العمود الصحفي او الخاطره، اما الطويل من صفحتين ل10 صفحات. طب من حيث المضمون، من حيث المضمون يعني موضوعه وكلام، بينقسم الى مقال تصويري، نزالي، فلسفي، اجتماعي. طيب مقال تصويري هو ان الكاتب بيرسم شخصيه بس بالقلم، بيرسم مش هيرسم بالفرشه، بيكتب عن شخصيه معينه من الشخصيات، سواء كانت شخصيات ادبيه او شخصيات سياسيه او رياضيه. بيرسم شخصيه سواء كان مدح بيذكر مميزاتها او بيذكر عيوبها، رسم بس رسم بالكلمات، لا يرسم باليد بالفرشه، انما يرسم بالكلمات. اهو اللي هو بيقول ايه؟ مقال تصويري يرسم صوره لشخصيه ما يبرز ما فيها من محاسن او عيوب. من اشهر كتاب هذا النوع الشيخ عبد العزيز البشري، الذي كان يرسم صورا قلميه وينشرها في مجله السياسه الاسبوعيه، وجمعت في كتاب بعنوان في المرآة. يبقى مقال التصويري من ابرز كتابه الشيخ عبد العزيز البشري طبعا، وجمعت مقالاته في كتاب بعنوان في المرآة، اللي هو بيرسم شخصيه ما لشخصيه ما، سواء اجتماعيه او سياسيه، ايا كان الشخصيه ديت في المجتمع، سواء بالايجاب او بالسلب، بيذكر مميزاتها او بيذكر عيوبها. اما المقال النزالي اللي هو عباره عن معارك ادبيه، معارك ادبيه مش معارك خناق، معارك ادبيه ما بين مين؟ كانت دايما ما بين العقاد والرافعي، اللي صارت ما بين العقاد والرافعي. وكذلك ايضا طه حسين واصحاب الذي هاجم فيها انصار القديم المتجمدين. دي معارك ادبيه، فكر ادبي. اول ما تلاقي بيتكلم ان اسلوب الاخر اسلوب غير متوافق مع المجتمع متخلف عن المجتمع ومتاثر بالسابقين وما الى اخره، بيتكلم في قضايا ادبيه يبقى ومختلف معاه في قضايا ادبيه، يبقى ده على طول مقال نزالي. اما المقال الفلسفي هو فن قائم بذاته، مش جزء من التحرير الصحفي، لان طبعا مش منتشر في الصحف والمجلات. يخضع لمنطق قويم ومنهج منظم وترتيب جيد ويتسم بالعمق. المقال الفلسفي ده بيتسم بالعمق، اسباب ونتائج والبحث في الامور والاشياء. فنوعها نوع فلسفي، مخاطبه العقل، بيخاطب فيها العقل، الكاتب فيها بيخاطب العقل. ومن اشهر كتابه طبعا الدكتور زكي نجيب محمود. الدكتور زكي نجيب محمود، اول ما تلاقي اسم الدكتور زكي نجيب محمود اعرف ان المقال هنا هيبقى مقال فلسفي، لان معظم كتاباته بل كل كتاباته كانت في المقال اللي كانت نوعها فلسفي. زكي نجيب محمود. والمقال الفلسفي خطاب العقل، خطاب العقل، استخدام العقل في توضيح الفكرة. تمام. في عندي عندي المقال الاجتماعي اللي بتناول الموضوعات اللي اتصلت بالمجتمع من تعليم او تربيه او اخلاق، دي اسمه مقال اجتماعي. يبقى انواع المقالات عندي ممكن يبقى تصويري، نزالي، فلسفي، وايضا ممكن يكون اجتماعي. طب انواع المقال من حيث الاسلوب، الكتابه، الاسلوب وانت بتكتب المقال، وانت بتكتب الاسلوب اللي انت هتكتبه هتشتغل عليه، اما اسلوب ادبي كتب باسلوب ادبي او علمي متادب، وفي كتب باسلوب العلمي بس احنا مش هندرسه لان طبعا كتب باسلوب علمي يعني هنا غير محافظ على قواعد اللغه العربيه وما الى اخره، قد يستخدم كلمات اجنبيه، فاحنا مش هيبقى محور دراستنا. فمحور دراستنا الاسلوب الادبي، انه كتب باسلوب ادبي، كتب باسلوب علمي متادب. اسلوب ادبي اللي فيه بيتأنق الكاتب في كتاباته في اختيار عباراتي وجمال اسلوبي ومزج الفكر بالاحساس واستخدام الخيال، يعني في صور خياليه بالرغم ان هو نثر مش شعر، الا ان في صور خياليه، في اختيار الكلمات بدقه وعنايه، ومزج الفكر، مزج فكره الفكر مع الخيال والعاطفه معاه بتكون واضحه اختيار الكلمات. فبالتالي اول ما تلاقي في مقال قدامك فيه صور خياليه كثيره ومزج بيتحدث في فكره معينه لكنه بها صور خياليه كثيره واختيار الكلمات وكلمات عربيه فصيحه، يبقى ده على طول مقال ادبي. من ابرز كتابه طبعا احمد حسين هيكل، احمد حسن الزيات من ابرز المقالات احمد حسن الزيات، كما يتجلى في مقالاته الاسبوعيه في مجله الرساله اللي كان كاتبها في مجله الرساله، واللي جمعت في كتابه اسمه وحي الرساله، كتاب وحي الرساله باجزائه الاربعه.
يبقى دي الاسلوب الادبي. فعلا كتابات احمد حسن الزيات كتابات تتذوق فيها الخيال. الفكره بيعرض الفكره باسلوب بديع رقيق، اختيار كلمات عربيه فصيحه وايضا ممتلئه بالعاطفه والخيال. اما العلمي المتادب اللي بيعتمد فيها الكاتب على ابراز الحقائق بس في صوره جذابه وبيتميز بالدقه والموضوعيه في صياغه الجمل، زي مقالات احمد زكي، دكتور احمد زكي. يبقى اذا يا اما ادبي يا اما علم متادب يا اما ايه علمي. تمام يا شباب. ابرز خصائص المقال واللي دي لابد ان تكون موجوده في المقال، او هي الخصائص والمميزات التي تميز المقال عن غيره. واحد من ابرز خصائص المقال او سمات المقال انه تتمثل فيه الوحده المكتمله وترابط الفكر. المقال انا بقراه خلاص وحدته متكامله والفكر بتاعته مترابطه، خلاص خلص المقال، خلاص انتهينا. مقال ممكن يكون صفحه واحده عرضت الفكره اللي انا عاوزها والفكره مكتمله، يبقى الوحده المكتمله وترابط الفكر. الاقناع، المقال دي غرضه ايه؟ من اغراضه انه بقنعك بفكرتي بوجهه نظري، عشان كده انا قلت المقال من سماته هتبقى الذاتيه، هتبقى خاصيه من خصائصه دلوقتي. يبقى الاقناع عن طريق سلامه الفكر ودقتها، سلامه الفكر ودقتها ووضوحها، سلامه الفكر ودقتها ووضوحها اللي هو الاقناع. والعرض الشائق لابد ايه اللي هيعملك احنا وانا بنزل المراجعه ديت واقع في حيره ان انا عاوز تشويق، عاوز اشوقك عشان ما تتوهش، وانا خايف انك تكون تهت مني ورحت، برغم ان احنا عشان كده اخرت النحو كان في حيره نبدا بالنحو الاول عشان عارف انت عاوز تروح للنحو الاول ولا اسيبها، قلت لا اسيبها شويه. ان في تشويق، الكاتب وهو بيكتب مقاله بيبقى في نوع من انواع التشويق، هم بارعين في هذا النوع، يا رب انا اوصل لنفس براعتهم وما تكونش مليت ومشيت مني. اللي هي هنا العرض الشائق الذي يشد القارئ ويؤثر فيه، ان في عرض شائق يشد القارئ ويؤثر فيه حتى لا يمل ويترك المقال. بالاضافه القصر بحيث لا يتجاوز بضع صفحات، اطول انواع المقالات 10 ورقات. فاذا المقال سواء كان قصير او طويل بيتميز بالايه؟ بالقصر. الفكره يبقى اذا انا باخد الفكره مختصره اهيت ومكتمله وفي اقناع وفي عرض شائق. تمام في دي يا جماعه. بالاضافه ان هو مش شعر، نثريه، نص نثري وليس شعري، النثريه لا الشعريه، اذ يغلب التفكير وان كان فيه خيال فهو لخدمه الايه؟ الفكره، يعني حتى لو كان فيه خيال. اما الذاتيه فهي طبعا كل مقال وانا بقراه المفروض بعرف الكاتب بتاعه مين عشان اعرف خلفيته ايه، خلفيه المقال، خلفيه الكاتب، قناعاته ايه، عشان طبعا هيقنعني بقناعاته دي. فالذاتيه لان ذاتيه الكاتب حيث تلمح شخصيه الاديب من خلال كلماته الذاتيه. بالاضافه تنوع اسلوبه تبعا لطبيعه موضوع وشخصيه كاتبه، الاسلوب متنوع، الاسلوب هيتنوع. وضوح الاسلوب طبعا اي مقال لابد انه يكون فيه وضوح الاسلوب وقوته وجمال، ان لابد الاسلوب يكون واضح وجميل وقوي بحيث تصل الفكره الى الايه؟ القارئ. تراكيب قويه والفاظ ملائمه واساليب جميله دون تكلف، ما فيش في تكلف. بالاضافه التقريريه والمباشره والوضوح، انه خلاص الغرض اللي هو عاوزه بيوصله لك، تقريريه ومباشره ووضوح. والخطابيه لانه فيها بعض الاوقات بيلقي خطاب كانها خطابيه احيانا، او القصصيه احيانا اخرى، يعني يكون المقال عباره عن بقصه عشان يوصل لك هدف معين، او خطابيه يخاطبك مباشره. تمام. دي انواع ديت كانت السمات والخصائص العامه للمقال. ابرز خصائص المقال اللي هي كانت الوحده المكتمله وترابط الفكر، اقناع، العرض الشائق، القصر، النثريه الذاتيه، تنوع الاسلوب، وضوح الاسلوب وقوته وجماله، تراكيب قويه والفاظ ملائمه، التقريريه والمباشره، الخطابيه او القصصيه. وبهنا هنكون انتهينا من جزء البلاغه اللي هو كنا ناقشنا فيه اختصارا سريعا، ويا رب تكون وصلت المعلومه والجرعه. باختصار سريع ناقشنا فيه الشعر الوطني واهم مجالاته، وايضا فن المقال وانواعه وكل ما يخص فن المقال. يلا انتظرنا، احنا داخلين على النحو اهوت باذن الله عشان نروح للا النافيه للجنس. يلا معايا واوعى تتوه، معانا لا النافيه للجنس، معانا القواعد ولا النافيه للجنسي. معنا لا النافيه للجنسي الدرس الرابع في النحو عندنا، والدرس المقرر عندنا في شهر ابريل اللي هو اخر درس عندنا من دروس النحو لا النافيه للجنس، ولا يخلو منه الامتحان طبعا. بالاضافه انه هو لا يخلو منه امتحان المرحله الثانويه ثالثه ثانوي، لانه درس مهم جدا. قبل ما اروح له تعالى عاوز اقول لك على حاجه هنا نشتغل عليها. لما اقول لك لا طالب مهمل، معنى الجمله هنا ايه؟ معنى الجمله ان كل مهمل ليس بطالب، ان بنفي الاهمال عن جنس الطلاب، نفيت الاهمال عن جنس الطلاب، صح؟ فعشان كده سميت لا هنا، هسمي لا دهيت هسميها لا الايه؟ هسميها لا النافيه للجنس، لا النافيه، يعني لا دهيت هتبقى اسمها لا النافيه للجنس.
يعني الجنس يعني النوع، انا نفيت الاهمال عن جنس الطلاب، اذا كل من هو مهمل فليس بطالب. تمام؟ زي ما اقول لا معلم مقصر، اذا اي مقصر ليس بمعلم. تمام؟ فلا دي لا نافيه الجنس. طالب هيبقى اسمه، مهمل هيبقى خبر. تمام؟ انت خلصت الدرس باختصار، بس خلي بالك ان لا دهيت لها شروط. لا دهيت عشان تكون عامله لها شروط. ايه هي شروط عمل لا؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه. ايه هي شروط عمل لا معانا؟ يعني دي لها كام شرط؟ لها 3 شروط. طب واسمها ده اهو ل3 انواع. طب وخبرها ايضا 3 انواع. خدت بالك؟ شفت احنا هنمشي ازاي؟ يعني عاوز اعرف ايه هي شروط لا نافيه للجنس. شروط لا نافيه للجنس اهي، ثم احوال لا نافيه للجنس ايه هي احوالها، ثم انواع خبرها. تمام؟ لا نافيه للجنس قبل ما انسى من اخوات ان، اذا حرف هي حرف الناسخ. طب ما خدتهاش معانا ليه؟ لان ملهاش شروط. ملهاش شروط واسمها ملوش انواع. انما لا نافيه لها شروط عشان ممكن تكون لها عامله او لا مهمله. بالاضافه كمان ان مع شروطها ان كمان في عندي حاجه تانية، ان اسمها لا انواع. لها شروط ولها انواع. بالاضافه ان خلي بالك مش اي لا تبقى لا نافيه الجنس. مش اي لا تبقى لا نافيه الجنس. ازاي كده؟ انا ما تخافش هروح اجيب لك بالتفصيل تاني، بس انا بحاول اختصر لك حاجات قبل ما تتوه، ننوع كده ونرجع. انا عندي شوف لا كده معايا اللي هتبقى معايا في الجمل دي كده واحنا ماشيين كده، لا اللي هتبقى معايا في الجمل كده. اما اقول لك محمد لا يهمل عمله. طيب ادي بص على لا. المثال الثاني يا محمد لا تهمل عملك. المثال الثالث معايا ينتصر الحق لا الظلم. ينتصر الحق لا الظلم. المثال الثالث معايا ممكن نقول لا طالبة، اللي احنا كنا بنقول لا طالبة مهمل. ماشي؟ ادي مثال معايا. ممكن اقول لا طالب في الفصل بل، لا طالب في الفصل بل طالبان. انا هتلاحظ معايا حاجه. ايه اللي انت لاحظته؟ لاحظ كده معايا يلا اللي انت لاحظته معايا هو ايه؟ بص كده، لا هنا نوعها ايه ولا هنا نوعها ايه؟ بالاضافه لا. الا يعني ايه؟ مش هي لا هنا لا العاطفه. اسف انا قلت لا العاطفه وهي مش العاطفه. لا هنا لا النافيه للفعل. النافيه للفعل ولا تؤثر في اعراب الفعل المضارع، عشان كده الفعل المضارع بعدها مرفوع. طب لا الثاني يا محمد لا تهمل، دي لا الناهيه وتجزم الفعل المضارع، عشان كده بعدها الفعل مجزوم. تنتصر انا قلت تنتصر. ينتصر الحق لا الظلم. مين اللي بينتصر؟ الحق. واللي ما ينتصرش الظلم. يبقى اذا هنا دي لا الايه؟ العاطفه. اللي احنا كنا رايحين نكتبها في الاول، لا العاطفه. لا طالب مهملون، انا نفيت الاهمال عن الجنس الطلاب كلها، يبقى تبقى نافيه للجنس. طيب لا طالب في الفصل بل طالبان، هنا دي لا الايه؟ لا النافيه للواحد. نافيه للواحد. في واحد بس، ما فيش طالب واحد بس ايه؟ في طالبان. يعني اذا اول حاجه انت عندك في انواع للا، عندك في انواع للا. طيب بص على حاجه ثانيه، شروط عمل بقى لا. يعني لما اجي اقول لك لا طالب في الفصل ولا الطالبه. انا بس بكرر تاني ما تتوهش مني، انا هرجع اوضح لك كل دي دلوقتي. لا الطالب في الفصل ولا الطالب. طب عندي مثال اخر، لا في الفصل طالب ولا طالبة. الله. طيب اما اقول لك انت ناجح بلا شك. لو لاحظت في الجمل دي كلها هتلاقي ان لا هنا مش عامله، لا هنا غير عامله. ألا ليه؟
اهو ادي لا الطالب، والطالب هنا يعرف ايه؟ مبتدا. يا راجل اه والله الطالب هنا مبتدا، لا الطالب في الفصل. تمام. طيب لا هنا غير عامل، وهتلاحظ ان في الفصل ده خبر مقدم، خبر شبه جمله مقدم، والطالب ده هيبقى مبتدا مؤخر. الله. طب لا هنا ايه؟ مهمله. انت ناجح بلا شك، الباء هنا حرف جر، اذا شك ده هيبقى ايه؟ مش اسم لا، هيبقى اسم مجرور وعلامه جره الكسر. الله، ما هي لا في الجمل ديت مهمله، اي غير عامله. طب ليه؟ لانها فقدت الشروط اللي احنا عاوزين نتكلم بقى عليها، اللي هي شروط لا. يعني اذا انت فهمت انا عاوز اقول لك ايه من المثال اللي انا جبته لك هنا؟ ان مش اي لا، قبل ما نبدا في اي حاجه، مش اي لا تبقى لنا فيها الجنس. ده اول حاجه خلي بالك منها وركز عشان اعرفك متسرع. مش اي لا نافيه الجنس، لا، 3 شروط لابد ان تتحقق. 3 شروط لابد ان يتحققوا، اذا تحققت الشروط يبقى بالتالي اللي بعدها اسمها وخبرها. بالتالي اللي بعدها اسمها وخبر. يبقى انتقل للجزئيه الثانيه، اسمها نوعه ايه؟ هل هو معرب ولا مبني؟ طب من ايه انواع؟ ثم خبرها، طب خبرها نوعه ايه؟ مفرد ولا جمله ولا شبه جمله؟ طب خبرها موجود ولا محذوف؟ وصلت الفكره ديت؟ عشان خاطر ما نقعش في الكلام، عشان ما نقعش في الكلام لان فيها اسئله كتير. فتعالوا لي بقى نروح لورقنا اللي احنا عاملينه لك. تعالى كده نشوف. اولا قال لي هنا في حاجه، قال لي حدد نوع لا. بصوا، لا يهمل، لا يهمل المتفوق درسه، لا تهمل تحصيل درسك. حضر المجتهد لا المهمل. بصوا، لا يهمل، لا يهمل دي لا نافيه للفعل، لا يهمل المتفوق درسه انا بنفي، اذا لا هنا دي نافيه للفعل اهي، لا في المثال الاول نافيه للفعل. طب ويهمل هيبقى فعل مضارع مرفوع. طيب لا تهمل تحصيل الدراسه، تهمل لا هنا نوعها ايه؟ ناهيه، اذا اللي هيبقى بعدها الفعل المضارع هيبقى ايه؟ مجزوم. طيب حضر المجتهد لا المهمل، حضر المجتهد لا المهمل، لا هنا نوعها ايه؟ عاطفه، لا هنا عاطفه عشان هتثبت الاول وتنفي الايه؟ الثاني، واللي بعدها هيبقى اسم ايه؟ معطوف. تمام يا شباب في ديت؟ طيب اذا انا عاوز انتقل لشروط عمل لا، اللي انت ما جبت لنا حاجه قلت لنا لا يا اما لا عامله اللي هي لا نافيه الجنس عامله، او لا نافيه الجنس بس ايه؟ مهمله ملغى عمل. فبصوا بقى عندي في شروط عمل لا، شروط عمل لا. قال لي عمل لا نافيه الجنس ومعنى اول حاجه قال لي تعمل عمل ان فتنصب المبتدا وترفع الخبر. يبقى لنا فعل الجنس من اخوات ان اسمها بيكون منصوب او مبني، هنعرف دلوقتي، بس بيكون المجمل العام منصوب او في محل نصب، وخبرها بيكون مرفوع او في محل رفع. انها بتعمل زي ان وايه واخواتها، تنصب اسمها وترفع خبرها. تاني حاجه قال لك ايه؟ هي لا تنفي المعنى الموجود في الخبر عن جنس اسمها. لا طالبا العلم مقصر، اذا نفيت التقصير عن مين؟ عن الطالب، نفيت التقصير عن الطالب. طيب طالبا هيبقى اسم ايه؟ اسم لا نافيه للجنس منصوب علامه نصب الفتحه قدامك اهو. مقصر هيبقى خبر لا نافيه للايه؟ للجنس. تمام يا شباب؟ طيب عاوزين بقى نروح لشروط عمل لا نافيه للجنسي. شروط عمل لا نافيه للجنسي، تعال نشوفها كده. قال لي اول حاجه ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. اول شرط ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. هتلاقي لا متفوقه مهمل، الاسم نكره والخبر نكره، اسمها وخبرها نكرتين. يبقى اذا هنا لا ايه؟ عامله. بس خلي بالك 3 شروط لازم يكونوا مع بعض، اسمها وخبرها نكرتين. تمام. طب هات الشرط الثاني، سيبك من هنا ما تبصليش بقى على ان فقد الشرط، هنجيل. الا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. مفيش فاصل، ادي لا ودي اسمها مباشره. لو اسمها ما تقلقش هاجي لك بعدين هقول لك تعرف ازاي اللي فصل بين لا واسمها بفاصل. طب بص لي على المثال التاني اهو، هتبص هتلاقي لا خائنه، ادي لا ودي اسمها مباشره، مفيش لا يوجد فاصل، اذا لا هنا عامل، فخائن هتبقى خائنه هتبقى اسم لا، وبيننا هتبقى خبر لا، خبر شبه جمله. اما الشرط الثالث من الشروط قال لك ايه؟ الا تتصل بحرف جر زي وطننا غال لا شك. في قبل لا حرف جر؟ لا. في قبل لا حرف جر؟ لا. يبقى اذا خلاص عم، اذا شروطها الثلاث اسمها وخبرها نكرتين، الا يفصل بينه وبين اسمها فاصل، الا تسبق بحرف جر. طب بقى يا استاذ لو خلت اي شرط من الشروط دي، تعال نبص كده. ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. طب اذا كان اسمها معرفه قال لك ايه؟ واذا اصبح اسمها معرفه يلغى عملها وتسمى لا المهمله. وايه تاني؟ وقال لك يجب تكرارها وما بعدها يعرف حسب موقع في الجمله. يجب تكرارها. شفت انا كنت بقول لك لا متفوقه مهمله،
دي لا نافيه للجنس. طب بص بقى، لا المتفوق مهمل ولا الرياضي خامل. فهنا المتفوق هتبقى مبتدا ومهمله هتبقى خبر، لان لا هنا مهمل، لا هنا هتبقى مهمل. وطبعا اتكررت والرياضي خامل نفس الايه الحكايه. يبقى متى يجب تكرار لا؟ اذا الغي عملها، اذا اهملت، اذا فقدت شرط من شروط ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب هتلاقي وهتكون هي طبعا اداه نفي بس، اللي يفصل بينها وبين اسمها الفاصل. طيب امتى اعرف الفاصل؟ بصوا، اول ما تلاقي لا زائد يا جار ومجرور، خليك بالك من الملحوظه دي، او ظرف، يبقى في الحاله ديت لا هنا هتبقى مهمله. لا يجي بعدها مباشره جار ومجرور او ظرف يبقى مهمل. ليه؟ لان فصلت ما بينها وبين اسمها بفاصل. عرفت الفصل هيكون ايه اهو. يبقى اذا قال لك اذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل كتقدم الخبر على اسمها يلغى عملها ويجب تكرارها ويعرب ما بعدها حسب موقف الجمله. او لا بيننا، ما بين دي ظرف وإنها ضمير، خائن فبيننا هيبقى شبه جمله خبر مقدم، وخائن هيبقى مبتدا ايه مؤخر، ولا هنا طبعا مهمله هتكون اداه نفي بس. ولا كاذب اهي نفس الحكايه وتقرر. تمام يا شباب؟ خدت بالكم هنا؟ عرفت امتى تكون فاصل، امتى تكون فاصل؟ الا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. الفاصل هيكون يا جر ومجرور يا ظرف. الا تتصل بحرف جر، قال لك اذا اتصلت بحرف جر الباء او من اي حرف من حروف الجر بقى يلغى عملها ويجب ولا يجب تكرارها، لا تكرر. يعني اذا فقدت الشرط الاول اسمها خبرها نكرتين، او الشرط الثاني اللي يفصل بينها وبين اسمها فاصل، في الحالتين يلغى عملها وتكرر. اما اذا سبقت بحرف جر فيلغى عملها لكنها لا تكرر لكنها لا تكرر. زي وطننا غال بلا شك، اهو ادي الباء حرف جر، يبقى لا هنا هتبقى مهمله. اذا شك هيبقى اسم مجرور وعلامه جره الايه الكسره. تمام يا جماعه كده؟ عرفت ليه دلوقتي لما رحنا لهنا نروح للجزئيه ديت اللي احنا كنا عاوزينها؟ فين الجزئيه؟ لا لسه الجزئيه دي. عرفت ليه هنا لا مهمله؟ يلا رد عليا بقى. لا مهمله هنا ليه؟ لا هنا مهمله ليه يا شباب؟ لا في الاولى مهمله ليه؟ ها اسمها ايه؟ معرفه، صح؟ طب لا هنا مهمله ليه؟ لا مهمله ليه؟ فصل ما بينها وبين اسمها بفاصل جر ومجرور. طب لا هنا مهمله ليه؟ عشان سبقت بحرف جر. خدت بالك في الجزئيات ديت؟ تمام عرفت ليه مهمل. نروح بقى للجزئيه الثانيه. انا كده عرفت ان لا النافيه للجنس عامله، صح؟ انا عرفت ان لا النافيه للجنس عامله. عاوز بقى اروح لحالات اسم لا. اسم لا هيكون كام نوع؟ كده انا خلاص عرفت. يبقى اول حاجه، اول ما اشتغل خليك ذكي، اول ما اشتغل خط تحت الاسم اللي بعد لا، قبل ما تعرفه شوف الاول لا دي نافيه للجنس ولا لا، لا نافيه للجنس ولا لا، شروطها موجوده ولا لا. خلي بالك عشان في فخاخ هتبقى موجوده معاك هوصلها لك هتعرفها في النهايه، فركز. لقيت شروط لا موجوده ودي لا نافيه للجنس، خلاص روح لايه؟ لنوع لا، اسم لا بقى. حاله اسم لا، هل هو مفرد ولا مضاف ولا شبه مضاف؟ الاول بص عندي في التوزيعه دي، بس قبل ما اروح للتوزيعه ديت تعالى لي على سبورتنا الحلوه دهيت ونجيب اعرف ازاي انواعهم وبعدين نرجع للتلخيصه تاني. بصوا يا شباب، لما اقول لك هنا هقول حالات اسم لا النافيه، طبعا ولازم نحدد للجنسي عشان في لا نافيه للفعل. حالات اسم لا نافيه للجنسي 3 احوال او 3 حالات، هتكون 3 حالات نافيه للجنسي معايا. هي ايه ال3 حالات ديت؟ تعالى هنشوفها بقى. الحاله الاولى هقول لا طالبه مهمل. المثال اللي احنا كتبناه الاول لا طالبه مهمل. طب بص شوف المثال الثاني، لا طالبه علم مهمل. طب شوف المثال الثالث، لا طالبا علما او للعلم مهمل. ها بصوا كده، ادي لا عامله في كل شروطها موجوده، صح؟ شروط العمل لا موجود. ادي اول شرط اسمها نكره، لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لم تسبق بحرف جر. تمام. بص كده اسم لا، مش دي اسم لا؟ دي اسم لا. بص لي كده، هنا اسم لا جه بعده حاجه تكمله، جه بعده مضاف اليه ولا كلام مختص بيه؟ لا، يبقى اذا مفرد.
طب هنا اسم لا، اسم لا اهو جه بعده ايه؟ مش علم ده مضاف اليه، يبقى اسم لا هنا هيكون ايه؟ مضاف. طب هنا اسم لا جه بعده مفعول به، مشتق ومشتق عامل، على فكره المشتقات الناس اللي نازله المشتقات مشتق ومشتق عامل، جه بعده مفعول به، جه بعده جر ومجرور، او ممكن لو كان اسم مفعول هيجي بعده نائب فاعل، المهم جه بعده كلام مش مضاف اليه، جه بعده جر ومجرور مرتبط بيه، جه بعده جر ومجرور مرتبط بيه، او جه بعده مفعول به، او جه بعده نائب فاعل، يبقى على طول هيبقى اسمه شبيه بالمضاف. يبقى حالات اسم لا يا اما مفرد يعني هنا ايه؟ مفرد في تركيب كلمه واحده، يعني دي ممكن تاتي مفرد او مثنى او جمع، انا بقول مفرد في التركيب. طيب يا اما مضاف يعني بعدها مضاف اليه، يا اما شبيه بالمضاف. وخلي بالكم اسم لما بيكون مضاف يضاف لنكره، يضاف لنكره، يعني خلي بالك من المعلومه دي. اقول لك شوف المثال، لا طالب علم مهمل. طب شوف المثال بقى الثاني، لا طالب العلم مهمل ولا طالبة العلم. أنا لاحظ حاجة معايا هنا، هتلاقي المثال اللي فوق دي لا عامل، طب المثال الثاني لا مهمل. قال طب ايه الفرق؟ عشان هنا اسم لا هنا مضاف لمين؟ لنكره، فعشان كده هو نكره، اسم لا هيبقى نكره لانه مضاف لنكره. اما لو ضفت اسم لا لمعرفه، ده اسم لا هنا ضفته المعرفه، هيبقى هنا اصبح مش نكره، هيبقى هنا اصبح معرفه، هيبقى هنا اصبح معرفه. يبقى اذا هنا يلغى عماله وتكرر، وهيبقى هنا طالب، هنا هتبقى ايه؟ مبتدا. خدت بالك؟ يعني اسم لا لما يكون مضاف يضاف لنكره لا يضاف لمعرفه. خلي بالك من الجزئيه دي، يضاف لنكره لا يضاف لمعرفه، عشان بس يبقى احنا مكررين اهو، اسم لا يضاف لنكره لا يضاف لمعرفه. اما الشبيه بالمضاف طبعا بياتي بعده مفعول به، او بياتي بعده جر ومجرور، او بياتي بعده نائب فاعل اذا كان اسم مفعول. اسم لا تبقى اسم لا مفرد يا مضاف يا شبيه بالمضاف، تمام كده؟ طب المفرد ده هو هيكون حكمه البناء، المفرد ده هو هيكون حكمه البناء، يبنى، حكم البناء، المفرد ده حكم البناء على ما ينصب به الاسم، يعني نفس علامات النصب. مش هو اسم، مش ان واخواتها اسمها بيكون منصوب؟ طب اسم لا لو كان مفرد هيكون مبني على علامه النصب، مبني على علامه النصب، على نفس علامات النصب. طيب المضاف والشبيه بالمضاف الاثنين الحكم هيبقى الاعراب نصبا بعلامات النصب، يعني اسم لا منصوب علامه النصب. هنا بقى اللي فوق هيبقى اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. هنا بقى في الاثنين طالب العلم، طالب علم وطالبا علما، هيبقى الاثنين اسم لا منصوب علامه نصبه الفتحه. تمام، نرجع لسبورتنا الثانيه بقى، نروح لاختصارنا حالات اسم لا. اللي حالات اسم لا بقى، العامله عمل ان. طبعا انا قلت هنا حالات اسم لا لان طبعا يا اما معرب يا اما ايه؟ مبني، انما في المثال اللي كنت عملتها جبت الحالات كلها. حالات اسم لا نافيه الجنس لها حالتين، الحاله الاولى انها معرب، والحاله الثانيه انها مبني. طبعا قلت معرب اما يكون مع مين؟ مع المضاف او الشبيه بالمضاف، لانه هيكون منصوب، تمام ووضحنا. اما المبني هيكون مع مين؟ مع المفرد اللي هو ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، يبنى على ما ينصب به الايه؟ الاسم، يعني بنفس علامات نصب الايه؟ الاسم. لذلك تعالى بص على امثله ثانيه اهي، بص معايا الامثله مع المعرب. لا صاحب مصنع مستغل، ادي صاحب اهو، هيبقى اسم لا منصوب علامه نصبه الفتحه. لا مالكي ارض لا مالكي ارض مستبدون، مالكي باجي بعدها مضاف اليه، يبقى اسم لا منصوب علامه نصب الياء، وطبعا تحذف النون للاضافه. لا ربات بيوت مسرفات، طبعا هنا ربات مضافه فهتبقى مجروره منصوبه بالايه؟ بالكسره لانها جمع مؤنث سالم. لا ذي علم بخيل، ادي زي اسم من الاسماء الخمسه يبقى منصوب بالالف لانه مضاف. طيب هنا بقى شباب المضاف بقى، لا طالبا للعلم مقصر، اسم لا منصوب علامه نصب الفتح. لا راجين مغفره يائسون من رحمه الله، اسم لا منصوب وعلامه نصب الياء، تمام. وهو هنا شباب المضاف في الاثنين دول، اما الثلاثه دولت فيبقى هو مضاف. وهنا وقايل لك اهوت قدام هيت، والخبر طبعا هيبقى اللي بعدها الخبر طبعا بيبقى مرفوع. اما المبني اللي هو هيبقى المفرد، اسم لا المبني اللي هو المفرد اهو، لا صانع مهمله، هتلاقي صانع اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب.
لا فلاحين متهاونون، اسم لا النافية للجنس مبني على الياء، مبني على الياء اللي هي علامة النصب في محل نصب. لا سيدات غافلات، هتبقى سيدات اسم لا النافية للجنس مبني على الكسر في محل نصب. سنصل لغايتنا لا محالة، لا محالة مفرد اهو يبقى مبني على الفتحة في محل ايه؟ نصب. تمام في دي يا جماعة. وقلت لك خلي بالك من الملحوظة دهيت اللي هي ايه؟ لا ينون اسم لا المضاف اذا كان مفردا وتحذف نونه للاضافه اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم. احنا حافظين اسم الله لما يكون مضاف، اسم الله لو كان مضاف لا ينون. طب واذا كان مثنى او جمع مذكر سالم تحذف النون عند الايه؟ الاضافه. طيب لا المهمله بعض اشكالها بقى. لا بيننا فصلت ما بينها وبين اسمها بفاصل، صح؟ اللي هي بيننا، فاذا بيننا ديت هتبقى خبر شبه جمله مقدم ومتعطل وخبر مبتدا مؤخر. ولا هنا مهمله لان فصلت بسبب الايه؟ الاهمال، يبقى الاهمال والتقطيع والتكرار بسبب تقديم الخبر. لا الأسرة، لا الأسرة تسيطر علينا ولا المصالح الشخصية، طبعا الأسرة هنا معرفة هتبقى مبتدا، ولا هنا مهملة بسبب تعريف اسمها. لا في الشارع نظام ولا إضاءة، في الشارع فاصل اهو يبقى إذا لا هنا مهملة. هذا بلا شك سيحقق الأمل، لا هي قبلها الباء يبقى هنا الباء حرف جر يبقى إذا ملغى عمل. الغاضب يفتعل الشجار من لا شيء، ادي لا هي قبلها ايه؟ من، لا قبلها من، خلي بال يبقى هنا طبعا ملغى عملها الاهمال وجر الاسم الذي بعدها بحرف الايه؟ الجر، لان طبعا سبب دخول حرف الجر ايه؟ عليها. نروح بقى لبعض الجزئيات معانا وركز معايا فيه. يجوز حذف خبر لا اذا فهم من الجمله. خبر لا يحذف، يجوز حذف خبر لا اذا فهم من الجمله. انت ناجح ولا شك، ولا شك في ذلك، زي لا مراء لا جدال لا نفاق لا نقاش. ما كل ده الخبر محذوف، كل ده الخبر محذوف. شوف لا شك، انت ناجح لا شك، تقدير الكلام لا شك في ذلك. لا مصنع الا مصنعي، ولا مسجد الا هذا. طبعا لا مصنع، طبعا المثال هيبقى لا مصنع هنا، ولا مسجد الا موجود الا هذا. يعني يجوز الحذف، يجوز الحذف عادي، يجوز حذف الخبر عادي، الخبر يجوز حذف خبر. بل هناك بعض انواع لا نافيه للجنس، بعض الجمل التي اصبح من الاصل حذف الخبر، زي لا شك لا مراء لا جدال لا نفاق، ديت الخبر بقى محذوف طبيعي حتى اصبح اصل. يقول بعض النحاة انه اصبح اصل الحذف فيه، يعني اذا حذف الخبر يجوز. طبعا يجوز او يمكن دخول همزه الاستفهام على انها فعل الجنس، زي الا رجل جالس معك، تقديري لو شلت الهمزه هيبقى لا رجل جالس معك. تمام في ديت يا جماعه. فالهمزه هنا همزه ايه؟ استفهام. غالبا ما ياتي اسم لا مفردا مبنيا على الفتح في محل نصب في كل التراكيب الاتيه اهي، اللي الخبر بتاعها محذوف، خلي بالك اهي. لا ريب لا شك لا محالة لا بد لا مفر لا حرج لا تثريب لا مناص لا جدال لا يأس لا حول لا قوة، كل ديت اسم لا نافية للجنس ونوع اسمها مفرد، والخبر طبعا مش موجود، والخبر هيبقى مش موجود. قد تكتفي لا بخبرها فيقدر انه جاء لها اسما، زي لا عليك اي لا بأس عليك، لا بأس عليك. تمام يا شباب. لا عليك الاسم هنا محذوف فيقدر لا بأس عليك، يجوز ان الحذف. طيب احيانا مع لا نافية للفعل يتقدم المفعول، خلي بالكم في الجمله بقى دي عشان دي بتاتي كثيرا، دي اتت كثيرا معانا الجمله دي. اما اقول لك ان المهمل لا علما حصل ولا ادبا جمع، لو لاحظت في الجمله ديت هتلاقي الجمله ديت سالنا فيه يقول لك نوع ليه؟ لا هنا نافيه للفعل يا راجل. طيب اعرب لي علما، علما هنا هيبقى مفعول به مقدم، مقدم على الفعل حصل. الله ليه؟ تمام يعني دي ما فيش نافيه للجنس، ما فيش نافيه للجنس، لذلك احفظ التركيبه دي كده اللي بديها لك ده اهي، اللي هي ايه؟ اول ما تلاقي لا زائد نكره منصوبه زائد فعل، خلاص يبقى لا ده، يبقى خلي بالك قوي من الجزئيه دي، يبقى خلي بالك قوي من الجزئيه دي اللي هي ايه؟ الجزئيه دي ان لا ده اهي هتكون نافيه للفعل، والنكره دهيت هتكون
مفعول به مقدم، عشان السؤال ده بيكثر مجيء، ويمكن تلاقيه في الامتحان عندك السؤال ده بيكثر مجيء اللي زيه اتكرر في اسئله الثانويه العامه اساسا كمان. تمام، نرجع لايه سبورتنا تاني اللي هي هنا اهي، اللي هي ان الوفي لا رحما قطع ولا صديقا خسر. ويقول لي اعرب لا، هيبقى لا هنا نافيه للفعل. طب رحما مفعول به مقدم، مفعول به منصوب بالفتحه مقدم لقطع. تقدير الكلام ان الوفي لا قطع رحما ولا خسر صديقا. تمام في ديت، تمام في دي. طيب نروح للملحوظه الثانيه. اعرب كلمه لا سيما والاسم بعدها. احب قصصا ولا سيما قصه مؤثره. فقصه هنا انا عاوز اعربها قال لك بكل وجه ممكن. هي لها كم وجه هنا؟ لها كم وجه هنا؟ تعال نروح على السبوره الثانيه، تعال نروح للسبوره الثانيه. بص لي بقى يا شباب بكل وجه. لا سيما مكونه من ايه؟ لا سيما، لا ديت لا نافيه للجنس بتاعتنا، لا نافيه للجنس بتاعتنا. وسي اسم لا النافيه للجنس منصوب بالفتح. وخلي بالك واسم لا هنا مضاف يا راجل، اسم لا مضاف. امال ما دهيت هتبقى 3 انواع. ما دهيت 3 انواع اللي هي ايه؟ موصوله، اسم موصول، ماشي، موصوله او زائده، يبقى موصوله او زائده، ما تبقى موصوله طالما كتبنا ديت، زائده او مبهمه. اسم مدى هي لها كم نوع؟ لها مدى هي يجوز فيها كم نوع؟ يا اما انها اسم موصول اذا هتكون مضاف اليه لمين؟ لسي، يا اما انها زائده اذا ما بعدها يكون مضاف اليه، يا اما انها مبهمه هتكون مضاف اليه. طيب في حاله ان هي اسم موصول، في حاله ان لا هتكون اسم موصول، ايه اللي هيحصل؟ لا اسم موصول يبقى اللي بعدها، الاسم اللي بعدها هيكون ايه؟ خبر لمبتدا محذوف. طيب في حالة إنها تكون زائدة يبقى الاسم اللي بعدها هيكون مضاف إليه مجرور طبعا. طب في حالة إنها مبهمة، مبهمة يعني غامضة، يعني شيء مبهم غام، في حالة إنها مبهمة يبقى اللي بعدها يكون تمييز منصوب. خدت بالكم في ديت؟ يبقى تاني بكررها تاني. لا سيما مكونة من إيه؟ لا نافية للجنس. لا سيما مكونة من إيه؟ لا نافية للجنس. طب سي هتبقى اسم لا نافية للجنس منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف. طب ما كم نوع؟ يا إما موصولة يا إما زائدة يا إما مبهم. في حالة إنها موصول يبقى الاسم اللي بعدها خبر. طب في حالة إن هي زائد خبر لمبتدأ محذوف. طب في حالة إن هي زائد يبقى الاسم اللي بعدها مضاف إليه. طب في حالة إنها مبهم يبقى الاسم اللي بعدها تمييز. تمام في ديت؟ طيب دي في حالة إن الاسم اللي بعدها ده أهو، الاسم اللي بعدها خلي بالكم عشان في ملحوظ إن الاسم اللي بعدها ده أهو يكون نكرة. يكون نكرة في 3 أوجه من الإعراب. طب الاسم اللي بعدها لو كان معرفة، الاسم اللي بعدها لو كان معرفة، لا سيما زائد معرفة، هيبقى بعدها كم وجه؟ زائد معرفة هيبقى بعدها كم وجه؟ يا إما خبر لمبتدأ محذوف يا إما مضاف إليه. تاني يبقى لا سيما الاسم اللي بعدها نكرة في كم وجه؟ 3. خبر لمبتدأ محذوف مضاف إليه تمييز. طب لا سيما الاسم اللي بعدها نكرة هيبقى خبر لمبتدأ محذوف أو مضاف إليه. لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. خليك واعي، التمييز لا يكون إلا نكرة. فبالتالي لو الاسم اللي بعد لا سيما نكرة مش هتقول تمييز ولا هتبقى نوع ما مبهمة بقى، هيبقى نوع ما موصولة عشان اللي بعدها يبقى خبر أو زائدة واللي بعدها مضاف إليه. طب اللي بعد ما الاسم اللي بعد ما نكرة يبقى 3 أوجه من الإعراب. تمام يا شباب؟ تمام. إذا تقدروا تكتبوا لي في التعليقات إعراب قصة بكل وجه ممكن.
ممكن توقف وتحلها لي. انا هقول لك اعراب قصه اهو، انت اكتبها قبل ما انا اقول. وقف الحصه واعملها. يلا تعال نقول القصه دي نكره، صح؟ اذا فيها كم وجه؟ اذا خبر لمبتدا محذوف، طبعا هو يبقى خبر مرفوع علامه رفعه الضمه، فاقول قصه. هقول ايه؟ قصه. او الاعراب الثاني، الوجه الثاني من الاعراب، انها مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. تمام؟ هتبقى ايه؟ قصه. او الاعراب الثالث ان هي تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وفي الحاله ديت اقول ايه؟ قصه. ها تمام؟ عملتها كده؟ كنت عاملها كده؟ ماشي، مصدقك. تعالوا نروح لاخر فرع عندنا اللي احنا هنختم بيه حصتنا، حصه المراجعه النهارده، اللي هو فرع الايه؟ القصه. فرع القصه في دقائق بسيطه نلخص الفكره في دقائق بسيطه معانا كده يا جماعه. ان قصتنا طبعا اللي هي قصه ويس لماه، وقصه مضمونها جميل جدا وشيق جدا وجذاب جدا، واستطاع الكاتب ببراعه انه يشد الطالب انه يقراها، فاقراها جميله جدا. وصلنا فيها، بدأت اللي احنا طبعا كلامنا على الفصل الرابع، الفصل 14 لحد الفصل 16، والفصل 14 بيتكلم عن معركة عين جالوت، اللي هو خرج المظفر قطز، خرج قطز إلى قتال المغول متجها إلى عين جالوت، ولكن قبل أن يتجه إلى عين جالوت اللي هي في الشامي، قبل أن يتجه إليها عرج أو مر على عكا لفيها الصليبيين، الفرنج الصليبيين، ولم يتركهم إلا بعدما أخذ عليهم العهود والمواثيق، وترك حامية على أبواب القلعة حتى لا ينقلبوا عليه ويهجموا على الجيش المصري من الخلف. وبالفعل قد أرسلوا إلى المغول يخبرونهم بهذا الأمر، لذلك إيه؟ حافظوا على العهد والوعد. خلاص وانتهينا. وكانت أيضا اكتملت لحقت جولنار بالملك قطز وتكاملت الصفوف، ووصلوا إلى عين جالوت، واصطف الصفين المغول والمصريين في منطقة عين جالوت التي كتب لها الخلود، كتب لها النصر. طيب في هذه المنطقة تصافى الجيشين، ومنع الآخر كل من الآخر حبس وحابس. الفريق المغول لم يهجموا انتظارا لقائدهم، لأن في الوقت ده كان هولاكو علم بموت أخيه، فعاد مرة ثانية إلى مقر الحكم، إلى مقره في بلده في هضبة التبت ومنغوليا، وولى قائده وأمر قائده بأن يستمر في الفتح اللي هو كتبوغا. فانتظر الجيش المغولي، انتظر قدوم كتبوغا. تمام؟ والمسلمون المصريون انتظروا. كان قطز يريد أن تكون المعركة وقت صلاة الجمعة، حتى تكون كل الأدعية والحناجر متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الجيش هو الجيش الإسلامي الوحيد، هو الجيش الذي يدافع. إذا هزم هذا الجيش فسيقضى على المسلمين في الأرض. تمام؟ وبالفعل فقد صدق التوقعات ودارت المعركة. ومع اشتداد المعركة ودور المعركة كان هناك إنسان وهب حياته للدفاع عن قطز، عن الملك، ألا وهو هذا الشخص الذي نذر حياته. طبعا كانت الملكة جولنار، كانت فوق تبة ملثمة لا يرى منها إلا عينها، ملثمة، فارس ملثم. أخذت العادة على نفسها أن تراقبه حتى لا يصيبها أي سوء، وشكت في بعض الأمور، منها الفتى التتاري الذي كان يدخل في المغول يقتل فيهم ويعود مرة ثانية، والقصة الطويلة ديت، وطبعا حتى وسعوا له. فلمحت الغدر والخيانة آتيين، أن هذا الفارس يأتي ومعه 3 من الجنود ينطلقون كالسهم على قطز المظفر قطز، حتى أن قطز من هول المفاجأة وبدأ القتال. كانت هي تنطلق أيضا، قتل قطز واحد والثاني والثالث كان يقتله، فتلقت هي الضربة وقتلته، وهي تقع على الأرض ولا يعرفها أحد. هو يعتقدون بأنه فارس من الفرسان، والكل في ذهول أن الملك كان سيقتل في صفوفهم، والصفين منتصفان، المغول أمامهم والمسلمين المصريون واقفون، وهي تقع على الأرض من أثر القتل، الضربة الطعنة الشديدة. تقول: احمي نفسك يا ملك المسلمين،
الصوت هو صوت زوجته، فنظر إليها، كشف اللسان ونظر إليها، وجدها مين؟ وجدها جلنار. طبعا حملها وذهب بقى إلى الخيمة وراء طبعا خيمة المصابين وراء المعسكر. في المعسكر هنا ماذا حدث؟ شعر المسلمون بأنهم كيف لا يستطيعون أن يحموا الملك، وأن الملكة هي التي تدافع عنه وتضحي بروحها. فاستتب الأمر وهبت الحماسة في قلوبهم والشجاعة في قلوبهم أنهم سيستميتون، فاستماتوا على القتال. والمغول أشيع بينهما بأن ملك المسلمين قتل، فاشتعلت الحماسة في القلوب، فاشتد الحرب ما بين الاثنين. المسلمون استتب لهم الأمر واستماتوا على القتال وقرروا الموت. إذا ماتت الملكة في الدفاع عن الملك فكيف هم؟ وكان الملك سيقتل في حوله. تمام. وقطز في ذلك الوقت حمل زوجته في حزن وألم إلى المعسكر، وضعها لجارية وهو يبكي ويقول وحبيبتاه، وهي تنظر إليه وهي تموت، وهي في النزل الأخير لا تقل وحبيبتاه ولكن قل وإسلاما. تركها للخادمة التي كانت مكلفة بها. شوفوا، ترك زوجته التي هي أمل في الحياة، التي هي الوحيدة التي موجودة له من أصله ومن فصله، وشجرته التي تعرف أصله وفصله الوحيدة. بس تعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد أجل هذا الشخص وهذا الرجل لهذا اليوم نشأته كلها. إن شاء الله في القصة واحنا بنشرحها بالتفصيل بقى هتعرفوا ان نشأته كلها وما مر بها من اجل هذا اليوم. فشوفوا، ما عادش جنب زوجته وقعد يبكي ويعمل، لا، تركها للخادمة لكي تطببها والطبيب، واتجه الى المعركة. بمجرد وصوله هو قرر ان يموت في ارض المعركة، خلاص انتهى. والمسلمون اشتد الامر وبدا يقاتل. هناك من الجنود جنود قطز يحاولون ان يدافعون، وطبعا كانت في هذه المعركه معركه فاصله ظهرت فيها بطولات كل الشعب، كل الجيش المصري، الجيش المسلم. منها بيبرز كان متحكما في جنوده، كمان يسلسلهم متحكما فيهم، حتى اذا وجد عملاق او كبير من المغول يهم بقتله، من يقتل هذا وله مني الشرف والوعد وله مني براءه. وايضا فكانت الميمنه والميسره تقاتل، وقطز في المنتصف. قطز دخل المعركه. انا لا اريد ان استرسل حتى لا نتوه، احنا بنختصر في الوضع. ان فعلت لا هنختصر على طول. قطز كان يقاتل، وجد كدبغة وهو يقتل بسيفين، ويقتل يمنة ويسرا، عجل بقى عمال طايح في الناس وعمال يقتل. اتجه اليه قطز دون ان ياتي اليه جنوده، وهم بقتله. كدبغة هم ان يقتله، وجاء جمال الدين أرقوش وقتله وقال يا خنود أنا ذراعك، وقتله. قتل كدبغة، وبمجرد قتل كدبغة والتكبير يعم ينتشر في المكان. تخيل بقى آلاف من المسلمين يكبرون في ذات الوقت، في نفس الوقت هبت الحماسة في قلوبهم وتقهقر المغول، وبدأ المسلمون وراءهم حتى هزموهم هزيمة منكرة، واتبعهم إلى التل ووصلوا إليهم وقتلوهم وانتصروا عليهم. من بعدها طبعا صلى قطز على زوجته وعلى الشهداء المسلمين، وانتقل قطز بعدها. أرسل الخبر إلى دمشق، وصل إلى دمشق وصلى صلاة العيد، وصلى بهم الشيخ ابن الزعيم، صلى بهم وخطب بهم الشيخ ابن الزعيم. وأرسل قطز طبعا قائده بيبرز إلى قتال المغول في حلب وإخراجهم من أرض من الشام نهائيا. انتصر. كان بيبرز عملاق قوي شرس في القتال، استطاع أن يطردهم. وهنا بدأ قطز يخلو إلى آلامه وأحزانه، ويتذكر ما آل به، وأنه فقد أمله وزوجته في الحياة، فقرر أن يترك هذا الأمر والسياسة وما فيها وهذا الأمر ويختلي بنفسه. ولكنه في من يختاره من المسلمين، من القادة، من الأمراء المماليك ليكون قائدا، فوقع نظره واختياره على صديقه وصديق عمره بيبرس. فلكنه أضمر هذا الأمر في نفسه، حتى لأنه يعلم أن بيبرس لن يستطيع أن يكتم هذا السر، وإن إذا شيع هذا الخبر الآن هيفتت الأمراء المماليك، لأن منهم اللي من كان من تبع أستاذهم عز الدين أيبك، ومنهم من كان تبع أقطاي سيبص الفرقة. فلذلك كان وعد بيبرز بأنه سيحصل على حلب، لكنه تراجع في هذا الأمر. حتى في بعض الأوقات قال له إن موعدنا القلعة. وطبعا كان هناك مقربين لبيبرز أرادوا أن يوقعوا بين بيبرز وقطز، وأشعلوا الكره والحقد في قلب بيبرز، ودبروا معه الخطة على قتل مين؟ على قتل قطز. وبالفعل
نجح هذا الأمر أثناء عودتهم إلى مصر والزينات معلقة والطبول تدق أثناء عودتهم إلى مصر. دبرت الخطة، مش هدخل في الخطة وكيفية القتل. المهم أن ضرب بيبرز قطز. كان الجنود قدموا إليه، بقصة طويلة لكن أنا بختصر الأحداث. قدموا إليه وهو راح بيبرز يقاتلهم، قال لا تقتلوا ملككم وقد وليته عليكم، بعدما قال حسبي الله ونعم الوكيل قبلها. أتقتلني يا بيبرز وأنا أريد أن أوليك ملك المسلمين، فتقول ماذا تقول يا خنود، يعني يا أخي، وماذا تقول تهزأ بي؟ قال أريد أن أوليك. فلما جاء الجنود ليلقوا القبض على بيبرز ومن معه من الأمراء، كان قطز قال لا تقتلوه، لا تقربوا، إنه ملككم، إنه لقد وليته عليكم، أطيعوه. وقال له لبيبرز وهو بيموت قاتل المغول يا بيبرز. ومات. طبعا بيبرز شعر بالندم، وكان في خيبة أمل بالنسبة للمصريين إنه علقت الطبول والزينات وانتظار الملك المظفر القادم، وفجأة يأتي الملك محمولا على الأكتاف في طبعا، ويدفن الملك ويصل بيبرز إلى قلعة الحكم ويتولى الحكم في أشياء كثيرة. حاول بيبرز أن يجتهد ليسير على حزب قطز، لكن طبعا الموضوع كان صعب جدا. حتى أسقط الضريبة اللي كان فرضها عليهم قطز نتيجة الحرب. فحتى المصريين قالوا قد أسقط علينا ضريبة الجهاد ولم يسقط علينا ضريبة مماليكه، لأن طبعا المماليك كانوا فرضين ضريبة. وحاول أن يسعى، وللحقيقة قام بيبرز ببعض الإنجازات في عصره، فرد هجمات الصليبيين وهجمات المغول، وكانت الدولة قوية في عهده، لكنه خان صديقه. ولا أريد أن أختم القصة بنوع من أنواع الحزن، لكن هذا البطل الشجاع المسلم اللي هو قطز قد خلقه الله لهذا الأمر. واعرف ابني بنتي، اعرفه ان كل واحد فينا في الحياه ربنا واوجده لامر محدد انك تقوم به. قطز منذ حياته وهو يعد لهذا الامر، كان الله سبحانه وتعالى يعد لهذا الامر انتصار على المغول، وبانتصاره على المغول خلد ذكره، في سجل الخالدين. تمام. وهنا بتكون القصة بتاعتنا خلصت. اللي انا عامل لك بعض الاختصارات منها، هي الاختصارات البسيطة فيها، حتى من الفصل الرابع ال14 لحد الفصل ال15 اللي هو الاختصار معانا. وانت عارف ان القصة طبعا هتجيلك، هيبقى فيها اسئلة هنكون عاملينها عليها. القصة هتجيلك عبارة عن فكرة ويسألك في الفكرة دي. وبهنا يكون الجزء الاول معانا او المراجعة الاولى من مراجعات شهر ابريل هتكون انتهت. يا رب تكون وصل اللي انا عاوز اوصله لك، النتيجه تكون وصلت لك ان شاء الله. واكرر قبل ان اختم، جدد ان ما كنتش مشترك، اشترك معانا في القناه وفعل زر الجرس عشان المراجعات القادمه ان شاء الله توصل لك اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.